سيدنا محمد. العظمه الطويله والعظمه القصيره دي اللي اسمها ايه بيقولوا عليها ايه يا خالي؟ بيقولوا على العظمة. عطشه. دي من اصل التقليب بالمراسله؟ ده مش من الأصل، من خالي الأساس. مش من اساس. الأساس الولدات دي. طبعا الناس ديت هي اللي بيصوروا عليها الجمال ده. يا خالي طلع يابا طلع، فرجنا على الجمال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم تاني فيديو جديد مع ماكو والحمام. احلى حاجه في الدنيا، احلى صباح على حبايبنا، صباح الفل على متابعينا ومشاهدينا، احلى صباح على الناس كلها. فيديو النهارده يا جماعه مطلوب من متابعينا اللي عشاق المراسلات واللي عايزين يسمعوا المراسلات ويسمعوا رواية المراسلات ويشوفوا المراسلات والهولدات. فيديو النهارده عن الهولد. طبعا مراسلات يا جماعه شامله هولدات، وفي على فكره في انصص، وفي مراسلات، تمام، عشان بس نبقى، وفي الكايري، وفي الاسكندرون، وفي البغدادلي، وفي البغدادي، تمام. يعني اقصر عظم في الحمام ده البغدادي بيبقى عظمه تخين وقصير ومليان مخنشر كده، تمام. ده اقصر حاجه في المراسلات بيتقال عليه بغدادي. لكن المراسلات في الكاري، في الاسكندرون، في البغدادلي، في الهولد، وكان بيقال عليه انصص النص هولدات، وفي المراسلات العاديه اللي هي عظمها مفروض كده، تمام. تعالوا نتفرجوا النهارده عن رأي غواي في الهولد، وهنشوفوا الحمامه، وهنسمع رأي غاوي واتنين في الهولد دوت. هل الهولد ده طول عمره كان كده بعطشه زي ما كنا بنسمعه ويقول لك ده اصلا تقليب الهولدات لازم العطشه دي فيها، تمام. لازم العينين تركيبتها ازاي، العظم دماغها ملفوفه ازاي، كل ده هنشوفوه. والعين، ضرب العين، ولون العين، واسم العين ايه، كل ده هنسمعوه بامر الله ان شاء الله معانا في الفيديو هنا برضو. وهناخد راي الغواي في الهولد، وفعلا اتطور ولا هو طول عمره كان كده، ولا دخل على حمام علشان يوصل للمنظر اللي احنا هنشوفوه دوت. يلا بينا. صباح الفل يا حجيجه، صباح الفل يابا، عاملين ايه؟ عشاق المراسلات بقى، بسم الله ما شاء الله. طبعا الناس ديت هي اللي بيصوروا عليها الجمال ده. يا خالي طلع يابا طلع، فرجنا على الجمال. بسم الله ما شاء الله. الغوايه يا خالي بتوع المراسلات دول قالوا ليه؟ الغفار. بسم الله ما شاء الله. كلهم طلع منه. الناس الكبار طلع منه. طلعوا من الحمام ده. ربنا يرحم الجميع. حبيبي خالي، بصوا الجمال بقى يا جماعه. ما يعرفش معنى. ايوه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه الحمامه عامله ازاي، اللهم صل على سيدنا محمد. العظمه الطويله والعظمه القصيره دي اللي اسمها ايه بيقولوا عليها ايه يا خالي؟ بيقولوا على العظمة. عطشه. دي من اصل التقليب بالمراسله؟ ده مش من الأصل، من خالي الأساس. مش من اساس. الأساس الولدات دي احنا بنقوله هنا. ايوه بره القاهرة والمحافظات الثانية يقولوا مقبيات. مقبيات. الأساس بتاعه العظمتين اللي مقفولين على بعضهم. بس لافينه الحمام القصير الاسكندراني. لازم الحمامه تبقى اسفه. الحمام القصير الاسكندراني ده بتاعنا. حمامه قصيره والرجلين قصيره، والرجلين تلاقي فيها اوسع. لازم الرجلين لما يقف تحس انه واقف مقوس. والحمام قصير والعظمتين قافلين على بعض. طب يا خالي بقول لك تمام. ده يعني بيقولوا ايه، يعني موديل، يعني طالع تقليد حديث، يعني ممكن من 20 30 سنه. لكن اصل الحمامه العظمه قصاد العظمه. العظمه قصاد العظمه، بس العظمه لفه واخد بالك، والوش لابس، والعينين البيضاء ما شاء الله. والوش الاملس. بس دي بتديها جمال ده خالي، يعني الحمامه العطشه دي بتديها جمال. هي بص هنقول لك هي تدي جمال لو الدماغ متركبه، لو الحمامه متركبه والجسم ده اساس. تمام. جسم الحمامه ده اساس في تقليبها طبعا. في تقليبها ما يكونش الديل الطويل دوت اللي عامل زي الزعافه. الديل يا دوبك عقلتين كده. وتلاقي الجناحين دول قصاد الديل. واخد بالك، وتلاقي الطيره ما تزيدش عن شبر.
الطياره تلاقيها قصيره ما تزيدش عن شبر. اه الله ينور عليك يا خالد. اقول لك تاريخ الهول ما شاء الله. جبنا في الاساس ما حتى كانش بالمنظر ما هو لسه بص. طبعا الحاج سمير والحاج اه الهول ده كان حمام عادي خالص، وش مفروض بس ايه بيشيله قبه كده. اه مع التطوير اه على مدار يعني قول مثلا زي المهجن يعني اه سنه ابتدى يخش يدخلوا الحمام ده على حمام لغايه لما طلعوا الطفرات، الطفره اللي هي اه ذهبيه ومعطشه. المعطشه زي اللي كانت في ايدينا بس دلوقتي دي. دخل اه الطول بقى بوظ لما طولت الحمام. ما شاء الله. كانوا الاسكندراني على الهول. في غواي ثالث الحمام الاسكندراني على الهول، فجاب الوش اللي هو الماء بالعشا بس الجسم الكبير. كبير. خد الطول والعرض. خد العلم طلع خالص بره طلع بره الهولد بس خالص. جاب الوش اللي هو مقلي ومعطر. ودخلوا الهولد عكاري. عكاري. لان الكاري العظمه مفروده قوي. بس مع التطوير خدوا الطفرات بتاعته وبداوا يدخلوها على الحمام لغايه لما وصلوا كده، بس الجسم بقى كبير. لكن الهلد اسمه هلد مش هولد. الهلد الاساسي قصير وشه كده. لسه اقول حاج بيقول لك يا دوبك هو الشبر. لكن مع التطوير والطفرات والرجلين المقوسه دي اساس حبيبي. اساس التقليب الحمامه دي. ما شاء الله. يقف الحمام الزغلول ما شاء الله. بصوا يا جماعه الحمام بسم الله ما شاء الله القص اهو زي ما انتم شايفين، الذكر اللي على اليمين والطيره اللي على الشمال دي بسم الله ما شاء الله. دول عاملين كام دول يا خالد؟ 400 جنيه. طبعا يا جماعه 400 جنيه في قص حمام زي ده كده ما كناش نسمعه الكلام ده، صح خالد؟ السعر ده ما كناش نسمعه ابدا، حتى ما نسمعوش في الزغلولين. الله ينور حضرتك. القص ده من 3-4 سنين كان يعمل ما انا لسه بقول حتى ال 400 جنيه ما كناش بنسمعهم في قص. ما شاء الله. دول وكمان اللي بيجي فاصل دول فيهم انا متهيألي فيهم اللي على جنب دي عتقه دي تايه دي. قص ما شاء الله. ده ابنهم انا اللي في اليمين ده ولا اللي في النص؟ ابنهم اللي عندنا على اليمين ده في الزاويه اهو. ده ما شاء الله. ودول القص ما شاء الله. بصوا يا جماعه الحمامه. معلش يا خال انا اسف. الهولدات دي يقول لك عينهم كانت في وسط راسهم. لا العين كانت فوق يعني مقابلين بعضيهم، تحس ان هم مقابلين بعضيهم. الدماغ من فوق المخصص. صح كده خالي؟ يعني مش زي الحمامه العاديه تلاقي عين في جنب وعين في جنب، لا تحس الاثنين عينيهم في وسط راسهم. وبعدين العينين لونين خط الرمان والعين البيضاء في الاسود بنقول عليها الالماس في الاسود ما شاء الله ما شاء الله. ودول عاملين كام الاصل دول يا خالد؟ 500 جنيه. ده الذكر ودي النتايه. بسم الله ما شاء الله. حبيبي صباحكم ابيض بامر الله. متشكرين يا خالد. السلام عليكم. شفتوا يا جماعه التقليب شفنا التقليب واتكلمنا عن حامل المراسله. كان في ناس عايزه تتكلم عن المراسلات واتكلمنا عنهم وهم. يا رب يكون المعلومه وصلت ويكون اتكلمنا كلام كويس فيهم. بصوا الكركايه السوداء ديت، كركايه سوداء يبقوا جنات زي ما انتم شايفين اهو. شفتوا اخواتي وحبايبي، شفتوا الحمامايه عامله ازاي، وسمعنا اسعار الحمام. كان بيقول لك ب 3-4,000 وب 5000 وكان اعلى من كده. وشفنا القص ب 400 جنيه وقص ب 500 جنيه، وشفنا تقليبهم وشفنا راي الغواي. على فكره الراجل الكباره دوت عم يعني غاوي هولد، وما شاء الله بينزل بصوافه كويسه قوي وبينزل بقشر بنادق كويسين قوي. صحاب الهولدات دول، صاحب الهولدات دول هو غاوي، مش غاوي غير الهولدات. تمام. فده راي الناس في الهولد والعين. تمام. وبيقول لك سمعنا برضو رأي تاني بيقول لك العطشه دي مش اصلا كان فيها، وفرد الحمام ده ما كانش، الهولد ده ما كانش ملفوف قوي كده، لا ده اتطور ودخلوه مش عارف على ايه ودخل على ايه ودخل على ايه. يعني يا جماعه الحمام من زمان التطوير ده فيه من زمان. في ناس بتلعب بتطور في الحمام ده ويعني من سنين السنين وهي بتطور من الحمام، زي الهومرات
وزي الشومر. تمام، يعني في ناس تقول لك لا ده شومر، في ناس تقول لك يعني مثلا مراسلات زي ما انا ما بقول كده، كان الاول كان في الهولد وفي النص هولد. قال لك لا مفيش حاجه اسمها نص، هو بند المراسله. طبعا كان في برضو الاول كان في شومر وهومر وكندي، شومر وهومر وكندي. دلوقتي كل اللي يتكلم يقول لك لا هومر، خلاص هو بقى كله هومر. تمام، في كلام يعني في انواع واسامي زمان انتهت او اتنست او الناس بطلت تقولها، زي مثلا بند الحمام. كل حمامه ما اثر عظمها ومصري اتقال عليها غزار تحت بند الغزار المصري. طبعا ريحاني وقطاطي وابلق وصافي والكلام ده كله. تمام، والكزخنجي والكلام ده كله، لكن كل حمامه ولها مسمياتها. تمام، النهارده عشان اقول لحد شومر هيقول لي ايه شومر، هقول له كندي هيقول لي يعني ايه كندي. مفيش حد هيرد عليا في الكومنتات ويقول لي فعلا يا ماكو كان في حاجه اسمها شومر زمان وكندي، غير لما هيبقى غاوي قديم حضر الناس القديمه. والحمامه دي اصلا ما كانتش منتشره، الهومر والكلام ده ما كانش منتشر. لكن الهولد واللينسس الهولدات دي في ناس لحد النهارده هتقول لي يا ماكو كان في نص هولد، وفي حد يقول لي يا عم ما فيش حاجه اسمها نص هولد، هو هولد بس وتحت عليه مراسله. غوايه قديمه هتقول لي يا ماكو ايوه فعلا كان في هولد وكان في كل ده موجود ايام صغير شوف بعيني. والشومر ده كانش فيه حاجه، الهومر ده كنا بنسمعه شومر وكندي، وما كانش حمامه يعني ما كانتش كتيره، لكن كان فيه الكاري البغدادلي الاسكندرون، دول كانوا موجودين من زمان. والمراسلات الحمامه دي كانت موجوده على قديمه ومن زمان كانت موجوده. يا رب يكون فيديو النهارده عجب حضراتكم، نشوفكم ان شاء الله على خير بامر الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.